السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. نكمل في الجزء الرابع. كما قلت لكم بعد إحساس الرهبة والدموع التي تنجرف بدون إحساس، بدون لا تعرف لماذا. فبعدين توجهت إلى غرفة نحن نصلي فيها في مكان العمل، وجلست هنالك وأنا في تلك الحالة وذلك الخوف، ومحس بأن هنالك أمر غريب سوف يحصل. لا أعرف هل هو يوم القيامة، يوم الحساب، ما الأمر الذي سوف يحصل. لم أدري ولم أتوقع أبدا أن هذا الأمر سوف يحصل. فعندما جلست وأنا أحس بالرهبة بأن الملائكة قادمون مع الله تعالى من السماء، وسوف وتغير تغيرت الألوان، تغير حتى الوقت، وأصبح في بكاء، كأنه تخيل كأنك في يوم القيامة ونحن نتحاسب. ففي الحساب كل شخص يبكي، هو لا يبرئ الشخص الآخر. فبعدين جلست أنا فلا أدري لماذا فتحت التيك توك. فذلك الوقت كنت أتعامل أحس في بعض الأحيان أنه الهاتف تأتيني منه رسائل ربانية فيما قبل. فعندما فتحت الهاتف مباشرة إخوتي، آية قرآنية تحكي عن ذنب أنا استهزأت به، وكأن الله تعالى غاضب جدا 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 مني وعني، لأني قمت بذلك الذنب. فزاد البكاء وزاد، تخيل أنك الله تعالى غاضب عليك، وفي أنك محس أنك في يوم القيامة وسوف تذهب إلى المحاسبة. لم أحس بأن هنالك سوف تحدث مغفرة أو رحمة. فهمت إخوتي؟ فكان شيء صعب جدا أحسست به. فزادت انهيار الدموع والبكاء بطريقة لا تتصورها. ليس كشخص، حتى والدتك لو تموت أو أي شخص في الكرة الأرضية لن تصل إلى ذلك تلك المرحلة من الدموع. لن تصل حتى شخص عزيز عليه تبكي، ولكن ليست بتلك الدرجة. ندم شديد جدا على ذلك الذنب، والذنب لا أستطيع أن أقوله. ف فهو من الله يهدينا إن شاء الله. على كل حال استمر الإنسان. ف فاستمر الإنسان في حالة الخوف تلك، وهو جالس في تلك الغرفة، ولكن لم أكن أستطيع أن أنظر إلى السماء من شدة الخوف والرهبة. أحس بأن خلاص الله في السماء، متأكد، كنت متأكد خلاص. ولكن لم أكن أستطيع أن أنظر إلى السماء، فقط أدمع وأبكي، وبكاء شديد جدا، خائفا من أني ماذا سوف يحصل بعد هذا الشيء. أنا لم أحس في حياتي شيء مثل هذا. ليس إحساس، شيء حصل في الحقيقة، شيء رأيته، فهمت؟ ليس حلم. فبعدين فيديو آخر إخوتي يتحدث بالمعنى والدك يحتاجك. فمباشرة وقفت، رحت أذهب على أبحث عن رئيس المصلحة لكي أخذ تصريح وأخرج من العمل، وكان ذلك صباحا. فلم أجده، قلت لنفسي كيف الله جاءني أمر فيجب أن أخرج. فخرجت وقلت لا أبالي. فعندما ذهبت إلى المنزل، سبحان الله إخوتي، والله العلي العظيم وأنا لا أكذب، والله على ما أقول شهيد، وجدت والدي حقيقة. الوالدة قالت لي كان يبحث عنك. فصعدت له إلى الغرفة، والله يا إخوتي وجدته كذلك يبكي. ولكن جلست بجانبه في الأسفل في الأرض، وهو كان في سريره، ولم أسأله. وأنا قلت كذلك أبكي ولم أسأله، وهو لم يسألني. وفقط جلسنا مع بعض، وفي لحظة سكوت، إلى أن أحاول التخفيف عنه. فأنا كنت مرتبكا كثيرا، لم أفهم ما الأمر الذي هذا الشيء. هل هو من استغفار؟ ما هذا عرفة؟ أنا لا أعرف ما هو عرفة. فسبحان الله، عندما ذهبت تلك المرحلة، مرحلة الرهبة، حتى زمن 11 صباحا. فكثير من الناس يحسون بأنفسهم في تلك المرحلة، في أشخاص يحس بأنه هنالك جسمه يفور، شخص يحس بأنه ليس جيد، أشخاص تجدهم يبكون ولكن لا يدرون لماذا هو يبكي. ولكن هي في الحقيقة يا إخوتي أنت تبكي لأنها لحظة تجلي الله تعالى في السماء الدنيا. فهو في
يعني الناس الذين يكونون في جبل عرفة يعني يحصل معهم هذا الشيء، وخاصة إذا كان الإنسان يعني طاهر، فيجد يعني مقبل على الله تعالى، يريد أن يتقرب إلى الله تعالى أكثر وأكثر. فذلك الإحساس يعني تخيل أنا في المدينة ويعني الناس تحس بذلك الشيء يعني في عرفة. فأنا حدث معي هنا ليس فقط إحساس، بل يعني كالمشاهدة بتغير الألوان، كأنه فلتر يعني في عيني. السماء تغير لونها، وكل شيء كأنه يبرأ، يعني لمعان ساطع لا أستطيع حتى وصفه. فبعدين استمر النهار، يعني ذهبت لحظة التجلي وراح يعني البكاء، يعني صباحا زمان 11 يعني ذهب هذا الأمر وقت لحظة التجلي. سبحان الله، والله لن أنساها. والشيطان دائما يريد أن يسيني في ذلك اليوم، وكثير منا يعني تأتيهم آيات، فبنو إسرائيل دائما تأتيهم آيات، يعني وتقول يعني لماذا يعني دائما يعودون ويذهبون؟ لأنك تنسى يا أخي، فيمطرك الله الأمطار ولكنك تنسى. فدائما الشيطان يحاول أن يعمل على الأشياء. مثلا حدث لك شيء عجيب، مال من حيث لا تحتسب، أمطار كذا، دائما الشيطان يحاول أن ينسينا، وكان دائما يريد أن ينسيني في هذا اليوم. فبعدين يعني مساء يعني استمريت في الاستغفار لكي يعني أصل إلى 100,000، وأنا في تلك الحالة يعني من الدهشة، ولكن ذهبت الدموع يعني يعني ذهبت إلى جنازة لشخص لا أعرفه، وكانت السماء تتلبد، وكنت أنتظر في الأمطار في ذلك اليوم. قلت خلاص يعني أتت الريح كذا. بعدين قبل المغرب يعني أمطار الله السماء، ولكن لم تكن يعني كانت قليلة الأمطار، وأدركت أنه هنالك مشكل، مازال هنالك ذنوب لا أدري ما هي الذنوب، هنالك عائق كنت متأكد، يعني أمطار قليلة. يعني بعد يعني المغرب يعني فطرت، ذهبت إلى المسجد، رجعت يعني وأكلت، بعدين خرجت من المنزل. فتخيل من شدة الصدمة ذهبت واشتريت سيجارتين، وقمت بالتدخين وأنا في حالة يعني صدمة. ومشكلة أنه بعد التدخين، بعد أخذت السيجارة، زادت الرهبة والخوف وبكاء لا تتصورونه. فلم أكن حتى أستطيع حتى بعد المغرب أن يعني أرى سماء، يعني كان نسبة خوف كبير. قلت لنفسي خلاص ما في أمل، يعني ذنوبك كثيرة أنت، يعني وتذهب إلى يوم الحساب فتلتقي مع الله تعالى، ماذا تقول له؟ يعني لا يوجد شيء يعني يمكن أن تبرر به. فلحظة التجلي لن أنساه، وكذلك طنين غير طبيعي في أذني، غير طبيعي. تلك الليلة أنا قبلها أنا كنت أنام يعني نوم جيد جدا، والله في تلك الليلة لم أستطع أن أنام، لم أستطع، يعني أتقلب رهبة لم أحس بها في حياتي. فدائما إخوتي الآيات الحسية سيحاول الشيطان أن ينسيك فيها، فلا تنساها. فيعني حاول دائما أن تتذكر الأشياء العجيبة التي حدثت لك، لا تنساها، أكثر من الاستغفار. فيعني هي لا تعمى يعني الأبصار. لماذا الله تعالى دائما يقول يعني يا أولي الأبصار؟ لأنه فيه غشوة. فباستغفارك كثيرا وتنظف قلبك فتصل إلى مرحلة الصفاء، فتصبح أشياء يعني تحصل. فأشكر الله يعني على هذا الأمر، وسوف نستمر. استسمحكم يعني لأني أريد أن أمرر رسالة جيدة لكي الناس يعلم أن في أشياء أكثر من المال. الله فيما بعد إن شاء الله نكون في فيديو آخر.